في رمضان 2024 وبالتحديد في الغربية في مركز زفتة حصلت جريمة هناك محدش كان ممكن يصدق انها ممكن تحصل في الشهر ده. بلاغ غريب بيوصل للشرطة. البلاغ ده كان عن عربية متفحمة على الطريق الصحراوي، ولكن دي يا صديقي ما كانتش المصيبة الحقيقية. المصيبة كانت الجثة اللي موجودة جوه العربية، متفحمة تماما ومجهولة الهوية، مفيش اي دليل يوضح مين صاحبها او ايه اللي حصل لها. وفي نفس التوقيت ده بيوصل بلاغ تاني للشرطة عن حاجة ابشع بكتير، كيس اسود ضخم مرمي في الترعة، والريحة بس اللي طالعة منها كانت مخيفة. وبمجرد ما اتفتح الكيس كانت الكارثة دي جواها اجزاء بشرية مرمية في الكيس وكأنها مجرد زبالة. ولكن دي برضو كانت مجرد البداية. اللي عمل كده كان أذكى مما تتوقعوا، أو على الأقل هو كان فاكر كده. كل الأدلة كانت بتقول إن الشخص ده مش بعيد ومش شخص غريب، ده واحد معروف، حد كل الناس بتسلم عليه في الشارع، وشخص محدش يشك فيه، شخص بيعمل كده بمنتهى الأريحية حرفيا. استعد علشان النهاردة انت هتسمع معايا قصة من أبشع الجرائم اللي حصلت في 2024، قصة تفاح الغربية. ما انت قلت انك انت بترتكب الجرائم دي علشان شفت والدتك في وضع مخل. قبل ما نبدأ يا صديقي أنا ليا طلبين: اللايك بتاعك ومشاركة للفيديو، ويلا بينا. في 2024 في مركز زفتة في الغربية وبالتحديد في شهر رمضان، الأستاذ محمد كان رايح يزور ولاده، وده لأنه هو وأمهم كانوا متطلقين، ولكن كان علاقته بيهم كويسة. وبما إن ولاده كانوا عايشين مع أمهم اللي اسمها فاطمة، أبوهم كان بيروح يزورهم كل فترة يعني. ولكن لما راح المرة دي لقى ولاده قاعدين لوحدهم، ولما سأل ولاده عن أمهم راحت فين، رد ولاده وقالوا له إنهم بقالهم يومين تقريبا ما يعرفوش عنها حاجة. وهنا بقى الراجل اتجنن، ازاي ام تسيب ولادها الفترة دي كلها؟ ولانه كان عارف طريقته يا صديقي، فهو كان متأكد ان في حاجة غلط، وده اللي خلاه يروح على طول على الاسم عشان يقدم بلاغ. يشاء الصدف يا صديقي ان في نفس الليلة دي تقريبا واحد من فلاحين القرية وهو رايح يروي الارض بتاعته لقى رجل بني ادم شبه متعفنة، لقاها في الوقت ده وهو ماشي على ضفة الترعة. الراجل طبعا وقتها صرخ وقلب الدنيا، والاهالي اتلموا، والمنظر اللي شافوه في وقتها كان صدمة ليهم كلهم. الاهالي بلغت الشرطة، وجات الشرطة بسرعة وطوقت المكان، واتعمل معاينة للمكان، ونزل رجال البحث الجنائي واتعمل معاينة. اتحفظوا على الرجل عشان تتفحص لحد ما يشوفوا يمكن باقي تظهر. وده اللي حصل فعلا. تاني يوم على طول في كيس زبالة لقوه في مكان بعيد شوية عن القرية. الكيس كان تقيل جدا ومقفول بإحكام، ولما عمال النظافة فتحوه الريحة كانت بشعة. لقوا جوه الكيس ده دراعين وجزء من القفص الصدري متعفنين برضه. والأهالي بتبلغ الشرطة برضه، والشرطة بتيجي بتتحفظ على الكيس ده ومحتوياته. طبعا الشرطة ربطت البلاغين دول ببعض، ولكن كانوا برضه مستنيين تقرير الطب الشرعي، لأن برضه مفيش اي حاجة مع الاجزاء دي تدل على هوية صاحبها، لا في اثبات شخصية ولا في هدوم. ولكن من المعاينة اتثبت ان دي جثة واحدة ست، بسبب ان الايدين نفسها والضوافر كان عليها اثار مونيكير. وطبعا يعني الحاجات دي الستات هي اللي بتحطها، وبين ما بينكم يعني الحاجات دي ما بقتش مضمونة اليومين دول. ما علينا. الاجزاء دي طبعا اتجمعت مع بعض واتبعتت للطب الشرعي، وفي انتظار التقرير. الشرطة في الوقت ده بدأت تعمل تحرياتها في المنطقة يمكن يطلعوا بأي معلومة، ولكن كالعادة أقوال الناس متضاربة واغلبهم فتي وخلاص. بس برضه في وسط الهبد ده كله كان في رأي واحد بس مهم، كان في خيط حقيقي ممكن يوصل لأي حاجة. واحد من فلاحين المنطقة قبل اكتشاف الكيس بيوم كان خارج قبل الفجر عشان يجيب سحور، بيقول ساعتها انه شاف واحد غريب عن المنطقة كان اول مرة يشوفه. الراجل ده كان شايل كيس اسود على كتفه، ولكن بصراحة ما اهتمش بيه، ما هو راجل ممكن يكون رايح يرمي زبالة وخلاص. ادالهم اوصافه اللي قدر يفتكرها في وقتها، ولكن برضو الاوصاف دي ما وصلتهمش لاي حاجة. وفي الوقت ده تقرير الطب الشرعي طلع، واللي اثبت في وقتها ان كل الاجزاء دي واحدة، وكمان اثبت انها الواحدة ست في اواخر العشرينات متوفية من 4 ايام بكتير. وتاني يوم على طول بيوصل بلاغ من مركز زفتة في الغربية. الاهالي لقوا شوال فيه باقي اجزاء
واللي الطب الشرعي اثبت انها نفس الست. الشخص اللي عمل كده من الاخر يعني كان قاصد انه يوزع الاجزاء دي علشان يتوه الشرطة. باقي كده انهم يعرفوا بس هي مين الست دي. وهنا الشرطة بتبدأ تدور في بلاغات الاختفاء لحد ما بنرجع مع بعض لنقطة البداية، لان الشرطة بتلاقي البلاغ اللي عمله جوز الست فاطمة واللي كان بنفس المواصفات تقريبا. ده غير انه كمان البلاغ ده كان معمول في نفس الوقت تقريبا. الشرطة اتأكدت ان الجثة دي فاطمة، فبدأوا يعملوا في وقتها حملة تحقيقات مع كل الناس القريبين منها، وعلى رأسهم طبعا كان طليقها اللي قدم البلاغ. ولكن زي ما قلنا برضو ان العلاقة بينهم كانت كويسة برغم الطلاق، وكل الناس في الحقيقة شهدت بكده، قالت ان الراجل ده زي الفل. ده غير انه كمان كان عنده حجة غياب، فكده ملهوش اي علاقة بالجريمة. وهنا بقى بدأوا يعملوا تحرياتهم عن الست فاطمة نفسها، واللي من خلال تحقيقاتهم دي بيكتشفوا ان الست فاطمة دي ولا مؤاخذة يعني ربنا يستر على ولايانا، الست فاطمة الشهيرة ببطة كانت مدوراها، وخاصة بعد الطلاق من جوزها كان ليها علاقات ياما. لا دي كمان مش مجرد علاقات، دي كانت شغالة في وبدأوا يدوروا وراها عن اي حد كان بيتعامل معاها، وعن طريق خط المحمول قدروا يتتبعوا سجل المكالمات الاخيرة بتاعتها. وهنا بقى يا صديقي في خط جديد، ان كان في رقم بيكلمها كتير في الفترة الاخيرة. الرقم ده كان لواحد اسمه عبد ربه، وده كان ساكن في عمارة قريبة منهم في مركز زفتة. ومن خلال التحريات عرفوا انها كانت بتروح العمارة دي باستمرار. بدأت الشرطة تدور ورا عبد ربه وتراقبه، ومن خلال تحرياتهم برضو عرفوا انه هو كمان ماشي مش كويس. وعلى الرغم انه ما كانش ليه اي سوابق، الا انهم بيلاقوا فيه كل المواصفات المطلوبة، وفعلا بتتحرك قوة من الشرطة وبتروح تقبض عليه. ولما ده حصل عبد ربه اعترف من اول قلم، وبدأ يحكي للشرطة في وقتها عن كل حاجة حصلت من البداية. الحكاية دي بصراحة عجيبة ومرعبة، لان عبد ربه ما كانش اول مرة يعمل كده، دي يا صديقي كانت المرة الخامسة. ودلوقتي خلونا احكي لكم الحكايه من بدايتها زي ما قالها للشرطه بالظبط. عبد ربه كان الابن الوحيد لابوه وامه، وكان عايش معاهم في بيتهم في مركز زفتة في محافظه الغربيه، من اسره متوسطه وفي حالهم وملهمش اي قرايب. هو عم واحد ليه وكان اسمه موسى، وخليكم فاكرين الاسم ده كويس علشان هنرجع له تاني. ابو عبد ربه كان فاتح محل مشويات على قده، وكان بيخلي عبد ربه ينزل معاه الشغل علشان خاطر يتعلم. ما هو كان لازم برضه يتعلم الصنعة لانه هو اللي هيورث كل حاجة. امه ما كانتش بتشتغل، ولكنها كانت بتصر انها تنزل من البيت كل يوم، وكان حجتها في النزول ده انها بتروح تشتغل مع الستات الفلاحين في الارض، رغم انهم ما كانوش محتاجين، كان شغل ابوه مكفيهم. ولكنها كانت بتعمل كده لسبب عبد ربه ما كانش فاهمه في وقتها، ولكن الظاهر كده ابوه الله يرحمه هو اللي كان فاهمه، وده اللي كان مخلي بينه وبين امه وابوه مشاكل كتير. وكان عمه موسى كان بيتدخل ما بينهم دايما عشان يصلح، وده اللي كان مخلي موسى شخص طيب جدا في نظره. وفي طفولة عبد ربه كان بني ادم غريب جدا، يمكن كانت بسبب المشاكل اللي كانت بتبقى قدامه في البيت. بس لو كل واحد عنده شوية مشاكل في بيته هيبقى زيه كده، يبقى كل الناس هتخلص على بعض. المهم يعني ان عبد ربه كان عنده شوية ميول عدوانية، ولكن بصراحة محدش كان مركز معاه ولا حتى كان مهتم بالحوار. واستمر الحال يا صديقي لحد ما ابوه مات وهو عنده 5 سنين. في الوقت ده بدأ يلاحظ شوية حاجات غريبة، ولكنه ما كانش فاهمها كطفل، زي ان عمه موسى ده كان دايما عندهم في البيت، وامه بتتصرف تصرفات غريبة وتعاملها وحش جدا معاه، وده اللي كان دايما مخليه متضايق وعنده ميول عدوانية. طبعا كان لازم يفرغ شحنة الغضب اللي كانت جواه دي، وعشان كده وهو يدوب لسه عنده 6 سنين والأول مرة في حياته خلص على بنت الجيران. كانت بنت يا عيني لسه بتحبي، وعبد ربه كان بيحب دايما يلعبها وكده، ولكن في يوم وهو شايلها وبيلعبها البنت عيطت، وعشان عبد ربه يسكتها كان في ايده لعبة من لعبها. يقوم بقى عبد ربه يعمل ايه؟ يمسك اللعبة ويحطها في زورها لحد ما البنت
وروحها طلعت. في اللحظة دي اترعب جدا وساب البنت مرمية على الارض وطلع يجري. جري على امه في الوقت ده وحكى لها على كل اللي حصل. الغريب ان امه مسكته واكلته علقة محترمة، ومش علشان اللي حصل ده، ضربته قالت له اوعى حد يعرف باللي حصل ده، واكتفت في الوقت ده انها تحبسه يومين في اوضته من غير لا اكل ولا شرب. وهو ده يا سيدي كان كل عقابه انه خلص على البنت الصغيرة دي. عبد ربه سمع الكلام وقفل بقه والبنت اتدفنت من غير ما حد يحس باي حاجة. وده اللي خلى عبد ربه يجي في دماغه انه ممكن يفلت بعد كده من اي حاجة ممكن يعملها. بدأ عبد ربه نظرته تتغير لامه بعد ما شافها في وضع مخل مع عمه. وطبعا عبد ربه الطفل ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل في وقتها، ولكنه مع الوقت يا صديقي بدأ يفهم اللي شافه. اللي حصل واللي شافه ده خلى عنده كمية مشاعر غضب كبيرة جدا جواه. اولها طبعا كانت تجاه عمه اللي طرده من البيت، والتانية كانت ناحية امه اللي بسببها كره صنف الستات كله، واللي يمكن دي كانت السبب الاساسي في المصايب اللي هيعملها بعد كده. لما عبد ربه كبر شوية ودخل الاعدادية قرر انه يسيب المدرسة ويشتغل ويصرف على نفسه. الشغلانة اللي في وقتها حس ان هي بتناديه كانت شغلانة الجزار. شيء منطقي بصراحة ان شخصية زي دي يشتغل الشغلانة دي ويكبر فيها كمان سنا ومقاما، ولحد ما وصل لسن 22 سنة وقرر انه خلاص يتجوز. وقتها صديقي اتعرف على مراته الاولى واللي كانت شيماء، كانت ساكنة في وقتها في منطقة اسمها الخصوص. وبعد ما اتجوزوا شاف شقة هناك في منطقة الخصوص وراح قعد معاها. ربنا رزقه بطفلين والدنيا كانت ماشية عال العال، ولكن للأسف الجوازة ما طولتش وبدأ يحصل شوية مشاكل، واللي زود الطينة بلة لما عبد ربه قرر انه يرجع زفتة علشان يقعد جنب امه لانها كانت تعبانة. خلى مراته في وقتها تطلب الطلاق منه وتاخد العيال وتمشي. وبعد فترة مش كبيرة اتعرف على مراته التانية سحر، واللي اتجوزها في وقت قصير جدا يدوب يعني 6 شهور. وفي خلال الفترة دي كانت سحر حامل بابنهم الاول. ولكن فجأة وبدون مقدمات يا صديقي عبد ربه يخش الأوضة على مراته وهي نايمة ويكتب نفسها لحد ما روحها تطلع. وبعدها على طول خرج من البيت بسرعة وراح قعد عند حد قريبه في المرج. تاني يوم على طول أهل مراته حاولوا إنهم يوصلوا لها ولكن معرفوش، وده اللي خلاهم ياخدوا بعضهم ويروحوا البيت، ولكن برضه محدش فتح لهم. ولأن عبد ربه برضه ما كانش بيرد على تليفونه فقدروا في وقتها إنهم يكسروا الباب ويخشوا الشقة عشان يتفاجئوا في الوقت ده ان بنتهم ميتة في سريرها، ويكلموا عبد ربه ويوصلوا له والراجل يجي وهو متفاجئ وللأسف يفلت منها للمرة التانية. ولكن الموضوع يا صديقي موقفش لحد هنا، لانه قرر انه مش هيتجوز تاني نهائي ولكن هيقضيها في الحرام. وبقت شقة زفتة اللي هو عايش فيها دي بقت عبارة عن وقر للنجاسة، وبيستمر الوضع بالقرف ده ولحد ما بنوصل لسنة 2020. في الوقت ده صاحبنا بيتعرف على عبير اللي كانت ست مطلقة. بدأت ما بينهم في يوم من الأيام علاقة شمال من إياهم، ولحد ما جه الوقت اللي قرر فيه إنه يخلص منها. وفي شقة زفتة الملعونة دي خنق عبير وخلص عليها، وبعدين أخد ورماها في مكان بعيد. وبنتنقل مع بعض لسنة 2022 السنة اللي تعرف فيها على عزة. ومش محتاج اقول لك برضه يا صديقي انها كانت شمال من اياهم، وبعد ما جابها شقة زفتة وعمل اللي عمله قرر برضه انه يخلص منها. ولأول مرة يا صديقي تواجهوا مشكلة في الموضوع ده، وهو ان عزة كانت مليانة شوية، فكان هيبقى في صعوبة طبعا ان هو يشيلها ويتخلص منها زي البنات التانيين. وعشان كده يا صديقي قرر انه يستخدم خبرته في الجزارة. وفي خلال كام ساعة فعلا عزة دي كانت عبارة عن قطع لحمة، وحط كل جزء في كيس، ومع الفجر اخد الاكياس دي ووزعها في اماكن مختلفة، ولحد ما هنوصل مع بعض لحد الجريمة الاخيرة اللي بسببها اتقبض عليه، وهي جريمة فاطمة اللي اتكلمنا عليها في بداية الحلقة، واللي كانت علاقتهم ماشية زي الفل. ولحد ما جه اليوم اللي طلب عبد ربه فلوسه من فاطمة. الفلوس دي كانت فاطمة سلفها منه. وهنا بقى يا صديقي
صديقي فاطمة اتحججت كذا مرة وكان باين قوي انها بتتهرب، ولحد ما قرر عبد ربه برضه انه يتخلص منها زي اللي قبلها. ولكن زي ما عرفتوا كده في بداية الحلقة ان حظه ما كانش حلو ورصيد ستره خلاص خلص، وحصل اللي حصل واتقفش فعلا. طبعا يا صديقي واحد زي ده هتقول على طول انه اكيد مجنون. انا برضه قلت زيك كده اكيد مجنون يعني، واكيد صدمات الطفولة اللي خدها وهو صغير دي هي اللي عملت فيه كده. ولكن بعد العرض على لجنة نفسية وعصبية قررت ان مفيش اي حاجة وانه سليم 100%، وعشان كده يا صديقي يتحكم عليه في النهاية بحبل المشنقة. الحكم اللي هو نفسه ما كانش معترض عليه وكان راضي جدا وكان بيقول انه هو يستحقه. وهنا بقى يا صديقي نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة. وقبل ما اودعكم دلوقتي في سؤال هتلاقوه تحت في الكومنتات، بصوا عليه لان السؤال ده بفلوس. يلا بقى عشان تعيدوا، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة. شوفوا الشوكة على خير.